السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. حلقة النهاردة هي قصة مستوحاة من أحداث حقيقية، وهي من كتابة المبدعة ابتسام شوقي. أنا بشكرها جدا وبشكركم جميعا، ولو عندكم تجارب حابين تشاركوها معانا تواصلوا معايا على الصفحة الشخصية في فيسبوك، هسيب لكم الرابط في الوصف. ولو أول مرة معانا انزل اشترك في القناة، وما تنسوش اللايك والشير في كل مكان. بس كده ويلا بينا نبدأ الحلقة. الأم أكبر نعمة في الوجود، واللي من غيرها بنحس بالضياع. وأنا أمي ما كانتش زي أي أم تانية، دي كانت أمي وصاحبتي وسري، لأن أبويا مات وسابنا لبعض وقت ما كان عندي 15 سنة. هو أبويا كان مقاول محترم وليه صيته، والحمد لله سابنا مستورين وشقة تمليك وعربية، ده غير الفلوس اللي في البنك. أصل أبويا كان راجل بيحب شغله قوي، وما كانش عنده أي عيال غيري، الله يرحمه. الناس كلها كانت بتشكر فيه وفي سيرته الطيبة. صحيح الكلام خدنا ونسيت اعرفكم بنفسي، انا ايهاب، وزي ما قلت لكم اتحرمت من ابويا وانا يا دوب زرعه خضره ما عدتش 15 سنه، وما كانش ليا غير امي وبس، هي اللي اهتمت بيا وبعلامي، كانت اقرب لي من حتى نفسي. شفت حنيه الدنيا معاها، بتخاف عليا من الهوى، وعمري ما حسيت اني يتيم او ان حتى ابويا مش موجود. لا بالعكس، ده هي كانت مالية عليا حياتي، مهما حكيت او وصفت مش هكفيها حقها. امي كانت اعظم ام، واكيد كل واحد فينا بيقول عن امه نفس الكلمة. الام دي فعلا نعمة، لكن تخيل بقى لما النعمة دي تروح منك، وفي لحظة بتلاقي نفسك خسرت اهم شيء في حياتك، بتتمنى وقتها ان يرجع لك ولو يوم واحد، او حتى مجرد انك تسمع صوته. الموضوع بدأ معايا لما امي بدأت تحس بضيق في النفس، وتحس كمان بتعب شديد في صدرها، ما كانتش بتتحمل الألم. خدتها ورحنا للدكتور، وبعد الأشعة والتحاليل اكتشفنا ان عندها ورم خبيث على الرئة اليمين. الصدمة كانت صعبة عليا قوي، لكن الغريب انها هي تقبلت الموضوع بكل رضا. مش بس كده، دي كانت بتحمد ربنا وبتصلي كمان، وبرغم الألم والتعب اللي كانت بتحس بيه، إلا إنها كانت بتهزر وتضحك وكأنها سليمة وبصحة وسعادة في حياتها. ولما كنت بسألها كانت بتقولي والله يا ابني أنا كل ما بشوفك بفرح، وبحمد ربنا إنه قدرني على تربيتك، وكبرت وخلصت الجامعة وتعينت في شركة محترمة. أنا كده مش قلقانة عليك وهسيبك وأنا مرتاحة. اتنهدت أمي وكملت كلامها، أنا بس يا ابني كان نفسي أشوفك مع بنت الحلال، البنت اللي تصونك وتشوف طلباتك، علشان أكون مطمنة عليك أكتر. لكن هعمل إيه، نصيبي خلص من الدنيا، الحمد لله على كل حال. وقتها اترميت في حضنها وفضلت أبكي زي العيال الصغيرة. طبطبت أمي عليا وضحكت وهي بتقولي إيه يا واد، هتعدد عليا من دلوقتي؟ ما أنا قدامك زي الجن أهو. لا بقولك إيه، أنا ما بحبش العياط والكلام الفاضي ده، انت عارف طول عمري بحب الضحك والفرفشة، فسيبك من جو الحزن، ويلا قوم اتصل بالواد اللي بيجيب لنا الاكل. مسحت دموعي وقلت لها واد مين ده اللي بيجيب؟ تقصد الدليفري؟ ضحكت وقالت لي ايوه هو ده، يلا كلمه، انا عازمك النهارده، شوف نفسك تاكل ايه وهاته لحد ما ريح شويه جوه. بس اسمع، اوعى يكون الاكل فيه شطه، انت عارفني ما بحبش الاكل الحراق.
هزيت راسي وقلت حاضر حاضر يا ست الكل من عينيا. ودخلت امي اوضتها علشان تريح، وانا اتصلت بالدليفري وطلبت فرخه مشويه ورز وسلطات. انا عارف ان امي بتحب الاكله دي قوي، صحيح الاكل من ايديها اطعم بكتير، لكن هي ما كانتش قادره تقف في المطبخ. انا عارف ان المرض كان بياكل في جسمها، بس انا بدعي ربنا دايما انه يعفي عنها ويريحها من ألمها. وبعد حوالي تلت ساعة الدليفري وصل واستلمت الاكل، ورحت جبت الصينية وفضيت الاكل في الاطباق، وما كانش فاضل غير اني اصحي امي علشان تاكل. دخلت اوضتها وقعدت جنبها كده لمدة دقيقة او 2، كنت بملي عيني منها معرفش ليه. بعدها حاولت اصحيها، يلا يا ست الكل قومي يا غالية الاكل خلاص وصل. يا امي يلا بقى، بس هي ما ردتش عليا. مسكت ايديها اللي كانت باردة ولاحظت ان وشها كان شاحب. وقتها حسيت بقبضة في قلبي، ومن غير ما احس صوتي عالي وانا بقول اصحي ياما قومي، اوعي تكوني سبتيني، اوعي تسيبيني ياما، ده انا محتاج لك، انا ماليش غيرك في الدنيا، بالله عليك ياما تفتحي عينك، بالله عليك ردي عليا ما تسيبنيش كده. فجأة لقيتني بصرخ وبقول لا ياما ما تسيبنيش ما تسيبنيش. وفضلت اصرخ بصوت عالي وانا واخدها في حضني، لدرجة ان الجيران كسروا عليا باب الشقة، دخلوا لقوني منهار ومش داري بحد. الموقف كان صعب قوي عليا، اصعب من اني استوعبه او اتحمله. الجيران شدوني من جنبها بالعافية واتصلوا بخالي، وبصراحة هو اللي عمل كل حاجة، اتصل بالمغسلة والدكتور اللي كتب تصريح الدفن، وكلم التربي علشان يفتح التربة بتاعتنا. كل ده وانا في عالم تاني، عالم مش مستوعب فيه بأي حاجة، حاسس اني بحلم او في كابوس واكيد هصحى منه. مش قادر اوصف لكم اليوم ده مر عليا ازاي، انا نفسي مش فاكر معظم تفاصيله. كل اللي كان في بالي وقتها اني ما اقدرش اعيش وهي مش موجودة معايا، حاجة من الاتنين، يا اما انا اموت معاها يا اما هي ترجع للحياة تاني ونعيش سوا. لما وصلنا للمدافن وقتها كنت في قمة انهياري، لدرجة اني ما كنتش قادر اشيل معاهم النعش. اصعب لحظة عدت عليا بقى لما شفتهم بينزلوا بيها تحت الارض. وقتها ما قدرتش اسيبها ونزلت معاها، قعدت جنبها جوه التربة وقلت لهم انا مش هسيب امي لوحدها، هي ما بتحبش الاماكن المقفولة وبتخاف من الضلمة، سيبوني معاها وامشوا انتوا. وبعد ما خلصت كلامي لقيت خالي مسك ايدي وشدني وهو بيعيط وبيقول لي حرام عليك بقى اللي بتعمله ده يا ابني، هي خلاص في بيتها الابدي، ادعي لها واطلب لها الرحمة. كان بيقول لي الكلام ده وهو بيشد ايدي وبيطلع بيا بره التربة. قسما بالله انا ما كنتش مستوعب شيء وقتها. وبعد العزا وبعد كل ما واحد راح لحاله فضلت قاعد لوحدي في الشقة. بعدها رحت ودخلت على اوضة امي لأول مرة وهي مش فيها. قعدت على السرير وحطيت دماغي على مخدتها، ومش عارف ازاي رحت في النوم. فتحت عيني لقيتها قاعدة جنبي، واول ما شفتها اترميت في حضنها وفضلت ابوس فيها. بصت لي بنظرة رضا وحب وطبطبت عليا وسابتني وخرجت بره الأوضة. فضلت انادي عليها واقول لها رايحة فين ياما، هتسيبيني تاني؟ وفجأة قمت من النوم وانا بقول ما تسيبينيش ياما. بعد اليوم ده ما خرجتش من البيت وقفلت على نفسي، مش عايز اروح ولا شغلي ولا حتى عايز اشوف حد من اصحابي ولا حتى من اهلي. زي ما بيقولوا كده دخلت في حالة من الاكتئاب النفسي. فضلت على الحال ده حوالي اسبوعين، وفي يوم لقيت باب شقتي بيخبط. فتحته وكان فوزي صاحبي وزميلي في الشركة. اول ما شافني بالمنظر ده قال لي ايه يا ابني اللي انت عامله في نفسك ده كله، قاعد في الضلمة وما بتردش على موبايلك ليه؟ ده انت ولا حتى بتيجي الشركة من وقت اللي حصل، وبعدين ليه سايب دقنك كده؟ انت خلاص نويت تربيها ولا ايه؟ ما ينفعش اللي انت فيه ده، فوق لنفسك يا ايهاب، الاعمار بيد الله وكلنا رايحين. وقتها بكيت وقلت له انا نفسي اشوفها ولو مرة واحدة بس، نفسي اسمع صوتها واطمن انها بخير، عايز اقول لها اني مش قادر اعيش من غيرها في الدنيا. لو شفتها وسمعت صوتها مرة واحدة بس يمكن ارتاح. يا فوزي انا ما كنتش مستعد لفراقها، في كلام جوايا كتير عايز اقوله لها، بس هي خلاص سابتني ومشت،
وعمري ما هعرف اسمع صوتها تاني. وقتها لقيت فوزي سرح وفضل ساكت فترة، لكن بعد كده اتكلم وقال لي: افهم من كلامك ده انك لو كلمتها او سمعت صوتها تاني هترتاح يعني وترجع لحالتك الطبيعية؟ قلت له: طبعا، انا مش عايز اكتر من كده، عايز اسمع صوتها واكلمها، بس ازاي بعد ما راحت؟ خبط فوزي على كتفي وقال لي: طيب اسمع، انا هحكي لك حكاية صغيرة كده. من 3-4 سنين كان في واحد جاري اسمه مروان، وفي يوم والده توفى وكان سايب لهم تركة محترمة، بس المشكلة ان ابوه مات وما قالش لحد على مكان الاوراق اللي تخص التركة دي. فضل مروان يدور في كل حتة علشان يلاقي الورق اللي محتاجه، لكن مفيش فايدة، لحد ما في يوم واحد صاحبه قال له على الأستاذ عامر الأسعد. عامر الأسعد ده بقى عالم روحاني من اللي بيحضر أرواح الميتين. وقتها مروان خد عنوانه وخدني معاه ورحنا له. برغم اني ما كنتش بصدق في الكلام ده، لكن اتفاجئت ان الراجل حضر روح ابو مروان فعلا، ولقيته بيتكلم على لسان الروحاني. وقتها مروان سأله عن مكان الورق، والروح ردت عليه وقالت له، وطلع شايل الورق في خزنة في بنك من البنوك. وفعلا مروان راح البنك ولقى الورق وورث التركة اللي سابها له ابوه كلها. وبصراحة وانت بتتكلم كده فكرت يعني اننا نروح للراجل وتخليه يحضر روح والدتك، يمكن لما تسمع صوتها تطمن وترجع لحياتك وتبطل الحزن والعزلة اللي انت فيها. وقتها سمعته وما كنتش مصدق. معقولة دي؟ معقولة في فرصة اني اسمع صوتها واكلمها تاني؟ من غير ما افكر رديت عليه ووافقت، وحددنا ميعاد مع بعض علشان نروح لعامر. وبعد يومين كان ميعادنا نتقابل ونروح مشوارنا. انا كنت متحمس فوق الوصف، كنت عايز اطير من على الارض علشان اوصل بسرعة. ولما وصلنا للمكان كان عبارة عن مكتب عادي جدا فيه سكرتير وساعي. اتكلم فوزي مع السكرتير وطلب منه اننا ندخل للاستاذ عامر، والسكرتير قال لنا نستنى 10 دقايق. وبعد ال10 دقايق دول السكرتير قال لنا اتفضلوا معايا، استاذ عامر موجود وفي انتظاركم. دخلت انا وضربات قلبي بتجري ورايا. هو ما كانش راجل عجوز، كان تقريبا كده في الخمسينات مثلا، لابس بدلة وشكله محترم ووقور. لما قعدنا قدامه قال لنا: اهلا وسهلا بيكم، نورتوا، ايه المشكلة اللي عندكم؟ رد عليه فوزي وقال له: والله يا استاذ عامر، ايهاب صاحبي والدته اتوفت بقالها اسبوعين تقريبا، وهو كان عايز يسمع صوتها ولو مرة واحدة. رد عليه عامر وقال له: ايه، في ورق ضايع مثلا ولا عايز تسألها عن حاجة؟ وقتها رديت انا عليه وقلت له: لا يا استاذ عامر، مفيش ورق، وانا مش عايزك تحضر روحها، انا عايزك تعلمني ازاي انا احضر روحها. الراجل استغرب قوي من كلامي وقال لي: انا اول مرة حد يطلب مني طلب زي ده. اسمع يا استاذ ايهاب، عالم الارواح ده عالم له اسرار وطقوس معينة، مش اي حد يخبط على بابه كده، ومش اي حد هيدخل بالسهولة اللي في دماغك، ده عالم ليه حرمته واصوله. انا ممكن احضر روح والدتك لو تحب، لكن حكاية ان اعلمك انك تحضر روحها او اديك سر من اسرار عالم الارواح، فانا اسف، طلبك مش عندي. وقتها اتنرفزت في الرد. بقول لك ايه يا استاذ عامر، لو بتعمل الحبتين دول علشان الفلوس، شوف انت عايز كام وانا هدفع لك اللي انت عايزه. وطلعت رزمة فلوس ورميتها له على المكتب. الراجل اتضايق من كلامي وقال لي: يا استاذ ايهاب، عيب اللي بتقوله ده، لم فلوسك لو سمحت، انا ما بديش اسرار مهنتي لحد، والموضوع مش سهل زي ما انت فاكر، انت ممكن تأذي نفسك وتأذي اللي حواليك، ده عالم ما انتش قد ولا تعرف عنه حاجة، واتفضل بقى لم فلوسك وخد صاحبك وامشي من هنا. انفعلت قوي لدرجة اني كنت هتهجم عليه، لكن فوزي هو اللي حشني عنه. لميت فلوسي من على مكتبه وخرجت وانا مش طايق نفسي. لكن وانا على باب المكتب وقبل ما ننزل السلم لقيت الساعي بينادي عليا: يا استاذ، انت يا استاذ. رديت عليه بنرفزة وقلت له: عايز ايه انت كمان؟ اهدى بس، لو سمحت استنوني هنا 5 دقايق وانا عندي حل لمشكلتك. فوزي قال له: ازاي يعني وهتعمل ايه؟ اصبر عليا بس 5 دقايق وهرجع لكم على طول وهفهمكم كل حاجة.
وفعلا سابنا ودخل المكتب. فوزي لما لقاني متوتر قال لي مش مشكلة، ما جاتش يعني من 5 دقايق تانيين، يمكن يقدر يقنع الراجل انه ينفذ طلبك. استنينا وبعد شوية لقيت الساعي بيقرب علينا ومعاه كتاب، واضح انه كان كتاب قديم قوي، حجمه كبير وكان ورق اصفر. قرب علينا وبعدها قال بص يا استاذ، انا سمعت كلامك مع مولانا وفهمت طلبك، وعرفت كمان انه رفض يساعدك فيه، لكن انا بقى جبت لك اللي مش هيخليك تحتاج لمولانا ولا هتحتاج لاي شيخ بعد كده. انا جبت لك الكتاب ده. اعمل ايه بالكتاب ده يعني؟ انا مخلص دراسة من زمان. دراسة ايه اللي بتتكلم عليها يا استاذ؟ وبعدين الكتاب ده يتعمل بيه كتير قوي قوي. الكتاب ده هو اللي اتعلم منه مولانا تحضير الارواح. كل اللي عليك انك تقراه وبعدها تنفذ الكلام اللي مكتوب فيه بالحرف، وساعتها هتقدر تحضر روح والدتك في اي وقت انت عاوزه وتتكلم معاها كمان. بس في الاول عايزك تدفع تمن الكتاب وحلاوتي. قلت له من غير تردد عايز كام؟ وقتها الساعي كان طماع فوق الوصف وطلب مني مبلغ كبير طبعا، لكن ما استخسرتش فيه، كل حاجة تهون علشانك يمي. قلت له موافق، بس هتنزل معايا لأقرب مكنة سحب علشان اسحب لك الفلوس. فوزي وقتها كان رافض وبيقول لي انت اكيد اتجننت يا ايهاب. بس ما همنيش كلامه ولا الفلوس اللي بسحبها، ولا كان هممني اي شيء، لان وقتها كنت معمي وكان كل اللي بفكر فيه هي امي وبس. رجعت تاني على شقتي وحطيت الكتاب قدامي، فضلت باصص عليه وساكت. بعدها دخلت الحمام، خدت دش وغيرت هدومي، ورجعت قعدت على الكنبة والكتاب قدامي على الترابيزة. ما كنتش عارف اعمل ايه ولا ابتدي ازاي، بس افتكرت كلام الساعي لما قال كل اللي عليك انك تقرا اللي في الكتاب وتنفذه بالحرف. خدت نفس عميق وفتحت الكتاب شوية وعرفت ان الكتاب ما كانش عن تحضير الارواح وبس، لا ده كمان كان عن الجن والتلبس والرصد وفتح كنوز الارض. فضلت اقلب في الصفحات كتير، كل صفحة كان مرسوم عليها طلاسم وحروف، وطبعا ما كنتش فاهم منها اي حاجة، لحد ما وصلت لصفحة في نص الكتاب عليها عنوان بيقول كيفية تحضير الارواح التائهة. استغربت من العنوان وسألت نفسي هو في ارواح تائهة وارواح مش تائهة؟ ما كنتش عارف بقى اذا كان هو ده اللي انا بدور عليه ومحتاج ولا لا. وكل اللي عملته اني بدأت اقرا. كان مكتوب ان علشان احضر الروح ارسم على ورقة بيضة دايرة كبيرة، وارسم جواها نجمة خماسية، واحط على كل طرف من طروف النجمة شمعة، يعني 5 شمعات. قمت بسرعة وبدأت اجمع المطلوب، ادي ورقة بيضة وادي قلم علشان ارسم بيه. فين بقى الشمع؟ انا فاكر ان ام الله يرحمها كانت دايما بتشيل شمع في البيت علشان لو النور قطع او حصل اي عطل في الكهرباء، لكن هو فين بقى؟ ايوه افتكرت، في درج المطبخ. دخلت فعلا وفتحت الدرج ولقيت الشمع اللي كنت عايزه، جبت منهم 5 شمعات ورجعت قعدت مكاني. بعدها حطيت الورقة قدامي على الترابيزة ورسمت دايرة كبيرة وجواها نجمة، وحطيت الشمع وولعته بنفس الطريقة اللي قال عليها الكتاب. وكان شرط اساسي مكتوب اني اطفي النور تماما، وبعدها اقول الحروف والكلام اللي مكتوبين ويكون بصوت عالي ومسموع، وهو ده بالظبط اللي انا عملته. فضلت اقول لحد ما وصلت لاخر سطر واللي كان مكتوب فيه يا روح الضياع، لو كنت معايا طفي شمعة، ولو ما كنتيش معايا طفي شمعتين. ومكتوب كمان ان لو ما حصلش اي رد اعيد الكلام ده تاني، وانا فعلا ما لقيتش اي رد، ما كانش فيه غير الهدوء التام. فضلت بعدها اعيد السطر ده لدرجة اني بدأت ايأس واحس بالفشل، وكنت خلاص هقوم اولع النور واطفي الشمعة، لكن فجأة قبل ما اقوم من مكاني لقيت الشمع كله انطفى، 5 شمعات اتطفوا مرة واحدة. طيب ازاي؟ ده مكتوب في الكتاب ان هينطفي شمعة واحدة او 2، لكن الشمع كله ده ينطفي، يعني معناه ايه؟ فجأة سمعت صوت حركة بسيطة جنبي، ارتبكت وحسيت بالخوف، واللي رعبني اكتر ان سمعت ضحكة عالية وبترن، كانت ضحكة مخيفة قوي. مديت ايدي بسرعة جنبي ودورت على الموبايل،
مسكته وشغلت الكشاف بتاعه، وأول ما شغلت الكشاف لقيت قدامي واحدة ست شكلها مخيف، عينيها مليها السواد وشعرها منكوش وابيض، وكمان لاحظت ان اسنانها سودة. الملامح بتاعتها في منتهى الرعب، وشها كان قصاد وشي مباشرة، وكانت بتبتسم لي ابتسامة مرعبة. اتفزعت وقمت من مكاني بسرعة، جريت على زرار النور وولعته، لكن لما ولعته ما لقيتش اي حد موجود، والغريب ان الشمع قدامي قايد زي ما هو. طيب ازاي؟ ما هو اكيد ما كنتش بحلم وما كانش بيتهيألي. وقتها ضربات قلبي كانت بتزيد بسرعة. دخلت المطبخ اجيب كوباية مية ومليتها من الحنفية ورجعت مكاني. قعدت على الكرسي وبصيت يمين وشمال، وبعدها رفعت الكوباية على بقي علشان اشرب، بس اتفاجئت لما لقيت الكوباية فاضية مع اني متأكد ان مليتها مية. طيب الكوباية فاضية ازاي؟ وقتها كنت هتجنن. لقيت النور بتاع الشقة كله بيترعش وبيقطع، وسمعت نفس الضحكة المخيفة اللي سمعتها قبل كده. والله العظيم مش لاقي وصف للخوف والرعب اللي كنت عايش فيه. وكل اللي عملته اني اخدت موبايلي وخرجت جري من الشقة. نزلت على الشارع واتصلت بفوزي صاحبي، حكيت له كل اللي حصل معايا. قال لي يا ابني ما انا حذرتك وقلت لك بلاش، عموما اقفل دلوقتي وانا جاي لك حالا. فضلت واقف في الشارع خايف اطلع البيت لوحدي، وبعد ربع ساعة لقيت فوزي جاي لي، بصلي من فوق لتحت كده وقال لي ايه ده يا جدع، انت واقف في الشارع بالفالنة وبنطلون البيجامة؟ ده منظر راجل محترم؟ اطلع غير هدومك وتعالى بات معايا النهارده. قلت له وانا مرعوب وميت في جلدي لا مستحيل اطلع فوق بعد اللي حصل. طيب خلاص انا هطلع معاك ما تخافش. وفعلا فوزي خد ايدي وطلعنا الشقة. فتحت الباب ودخلنا سوا. الدنيا كانت هادية والنور شغال ومفيش اي حاجة. قعد فوزي في الصالة وانا دخلت الأوضة بتاعتي اغير هدومي، لكن وقتها سمعت صوت خبطة جاي من أوضة امي. خرجت وسألت فوزي انت سمعت حاجة؟ ايوه انا سمعت خبط من الأوضة دي. قلت له دي أوضة امي. قام فوزي من على الكرسي بحذر، وبدأنا نقرب احنا الاتنين ناحية الأوضة. ولما فتحنا الباب حسيت ان شعري شاب، لاني شفت خيال اسود واقف على جنب، وكان واضح انه خيال واحدة ست. انا وفوزي كنا خايفين من المنظر، وبعد شوية سمعنا حاجات بتتكسر في المطبخ. جرينا ناحية المطبخ، لقينا الصواني كلها واقعة على الارض والكوبايات متكسرة. وقتها فوزي قال لي لا ده مستحيل نقعد هنا لحظة كمان، احنا لازم ننزل حالا. سمعت كلامه وخدنا بعضنا ونزلنا الشارع. واليوم ده رحت بيت عند فوزي. فضلنا طول الليل نفكر ايه الحل ونعمل ايه مع الروح اللي انا حضرتها في الشقة. ما هو اكيد دي يعني مش روح امي، اكيد في حاجة غلط انا عملتها. بس فوزي قال لي ان حل الحكاية دي هيبقى في ايد واحد بس، وهو استاذ عامر. طبعا ما اعترضتش على اي كلام. وتاني يوم رحنا مع بعض للراجل، واول حاجة عملتها لما شفته هي ان اعتذرت له على تصرفي معاه المرة اللي فاتت، وطلبت منه انه يساعدني. وبصراحة الراجل طلع ذوق جدا معانا، ووافق انه يجي معانا الشقة. اول ما وصلنا للشقة بصلي وقال لي انت كنت هتأذي نفسك اذى كبير. الروح اللي انت حضرتها دي روح تايهة وضالة وملعونة، وكان ممكن تخليك تنتحر بسهولة. دخلنا كلنا الشقة مع بعض، وبدأ أستاذ عامر يقول كلام وبعض من آيات القرآن الكريم، ومفيش دقيقة ولقينا النور قطع. الأستاذ عامر طلب مننا إن محدش يتحرك من مكانه، وقال إن الروح غضبانة جدا لأنها مش عايزة ترجع للعالم بتاعها. وقتها سمعنا صوت صويت وحاجات بتتكسر تاني. أنا كنت مرعوب فوق ما تتخيلوا، وطبعا ده كان حال فوزي هو كمان. لكن عامر ما بطلش يقرأ قرآن، وبعدها فضل يقول كلام معين وحروف واحنا ما كناش عارفين معناها، لحد ما فجأة كل حاجة هديت. النور اشتغل وصوت الصريخ اختفى تماما. وقتها الأستاذ عامر قال الحمد لله كده كله تمام، والروح استقرت ورجعت لمكانها. وبعدها طلب مني انه يشوف الكتاب اللي قريت منه. قمت وجبت له الكتاب اللي الساعة اداهولي، واول ما شاف الكتاب قال لي الكتاب ده اتسرق من مكتبي، اكيد حسنين الساعي هو اللي سرقه من عندي. عموما احمد ربنا انها جت لحد كده، واني جيت في الوقت المناسب. وافتكر اني قلت لك قبل كده
عالم الأرواح ليه خصوصيته وليه حرمته، ومش أي حد هيقرأ كلمتين في كتاب يقدر يحضر روح بسهولة من غير ما يتأذي. ده علم كبير بيتدرس، ولحد دلوقتي محدش قدر يكتشف كل أسراره. ابعد يا ابني عن الحكاية دي تماما، اترحم على والدتك وارضى بقضاء الله، عيش حياتك وحاول تنسى كل اللي حصل، ولو اني عارف انك مش هتقدر تنساه بسهولة. اما انا بقى فليا تصرف مع حسنين الزفت اللي سرق الكتاب بتاعي وباعهولك، وما تقلقش هرجع لك منه فلوسك او حتى جزء منها. وبعد ما خلص استاذ عامر كلامه استأذن ومشي، وقال لي لو محتاج اي حاجة اتصل بيه في اي وقت. وبعد كام يوم بدأت ارجع لحياتي الطبيعية، رجعت لشغلي واهتميت بنفسي، وبفكر كمان اني ادور على بنت الحلال اللي تكسر وحدتي، وافتكرت اني خلاص هعيش حياة هادية. لكن اللي حصل بعد كده اصعب من اللي فات بكتير، علشان بعد حوالي اسبوعين كنت راجع من شغل زي كل يوم، جايب اكل معايا من بره علشان اتعشى وانام. لكن بعد ما حطيت الاكل على الترابيزة سمعت حركة في اوضة امي. استغربت وقلت اكيد بيتهيألي، او ان الاحداث اللي فاتت لسه سايبه اثر في ذهني. لكن الحركة استمرت وما بطلتش. قمت للأوضة اللي كانت مقفولة من يوم وفاة امي، فتحت الباب ولقيت الدولاب بتاعها مفتوح. يا ترى ايه اللي فتح دولاب امي؟ ما هو اكيد مش الهوا مثلا، دي الأوضة ما فيهاش غير شباك صغير ومقفول باستمرار، يبقى ايه اللي فتح الدولاب بقى؟ فضلت واقف مذهول ومستغرب. بعدها قفلت الدولاب وخرجت وقفلت باب الأوضة كمان. بس لما رجعت وقعدت على الكنبة سمعت صوت الكركبة والحركة تاني. قمت المرة دي وانا خايف وبترعش وفتحت باب الأوضة، والمصيبة اني لقيت الدولاب بتاع امي اتفتح تاني. ومش بس كده، ده لقيت هدومها كلها واقعة على الأرض. كنت واقف في مكاني هتجنن، هو ايه اللي بيحصل ده بالظبط؟ انا مش فاهم حاجة. خرجت من الأوضة وقعدت وانا مذهول، وقمت تاني ودخلت المطبخ علشان ابل ريقي. والمصيبة اني لقيت ادراج المطبخ والرفوف كلها مفتوحة. يعني ايه؟ هي الروح لسه موجودة في الشقة؟ يعني زفت الطين عامر ده ما صرفهاش زي ما قال لي؟ وقتها ما كنتش عارف اتصرف ازاي، اخد بعضي واخرج من الشقة، ولا اتصل بعامر، ولا اكلم فوزي، ولا اعمل ايه؟ فجأة لقيت نفسي ومن غير ما احس بتكلم واقول انت مين؟ انت مستحيل تكوني روح امي، انت عايزة مني ايه؟ ساعتها سمعت همس في ودني بيقول مش همشي من هنا، ده مكاني وانت اللي هتمشي. جسمي كله اترعش وكنت هموت من الخوف، وكل اللي عملته اني خرجت بره الشقة واتصلت بفوزي وحكيت له. في الاول ما كانش مصدق كلامي، لحد ما حلفت له بالله اني مش بهزر، واني ما بكدبش عليه ولا بعمل اي مقلب، ولان صاحبي جدع مرضيش يسيبني. وفي اقل من دقايق كان عندي في الشارع. قال لي لا، الموضوع ده ما يتسكتش عليه، شكل عامل ده راجل اي كلام، احنا لازم نشوف حد موثوق فيه. بعد شوية العشاء أذنت وفوزي قال لي بقول لك ايه، تعالى نروح الجامع اللي هناك ده نصلي العشاء ويمكن ربنا يبعت الحل من عنده. وفعلا دخلنا الجامع وصلينا العشاء، وقعدت رفعت ايدي وقلت يا رب انا عارف اني عصيتك واعترضت على حكمتك، وغلطت لما فكرت ان روحها ممكن ترجع. انا عارف ان الروح بتطلع للي خالقها، واللي عملته وفكرت فيه ده كان مجرد يأس وتعب من فراق امي. سامحني يا ارحم الارحمين، اللهم اني استغفرك واتوب اليك. كانت لحظة ضعف مني وقلة ايمان، لكن انا ماليش غيرك يا رب، نجيني يا رب مما انت به اعلم. بعد ما دعيت حطيت ايدي على وشي وفضلت ابكي. فجأة لقيت ايد بتطبطب على كتفي. الاول افتكرته فوزي، بس لما بصيت عليه لقيته شيخ الجامع. قال لي اهدى يا ابني وسيبها على الله، وحد الله واستعين بيه دايما، قول لي مالك يمكن اقدر اساعدك. رديت عليه وحكيت انا وفوزي كل اللي فات. بعدها الشيخ قال لي طيب قوم معايا ووريني شقتك، وخلي املك في الله عز وجل كبير ملهوش حدود. وفعلا قمنا وخدنا الشيخ على الشقة. وقتها قعد في الصالة وطلب مننا نقعد هاديين وما نتكلمش. بعدها فتح المصحف اللي كان معاه وفضل يقرأ. بصراحة صوته كان جميل، وكنت حاسس براحة نفسية وانا بسمعه. بعدها بدأ يتكلم مع حد، كأن في شخص غيرنا قاعد قصاده بيكلمه،
بعد كده بدأ يطلب من الشخص ده انه يسيب البيت ويسيبني في حالي، وبدأ يحذره انه ممكن يحرقه بتلاوة آيات كتاب الله. وفعلا رجع يقرأ في المصحف تاني بصوت أعلى، وبعدها طلع من جيبه إزازة صغيرة وبدأ يقرأ ويعيد في بعض الآيات الكريمة. بعد كده قام من مكانه ورش مية في كل أركان الشقة، ورش مية علي أنا شخصيا، ورجع قعد على الكرسي وقال: الحمد والشكر لله، صدقتني إن ربنا ما بيسيبش حد يستنجد بيه. قلت له: يعني الروح اللي أنا حضرتها مشيت يا عم الشيخ؟ لقيته ابتسم وقال لي: روح ايه وبتاع يا ابني، انت مين انت ولا غيرك علشان تحضر روح؟ ما تخليش حد يضحك عليك بكلام فارغ. بسم الله الرحمن الرحيم، ويسألونك عن الروح، قل الروح من امر ربي وما اوتيتم من العلم الا قليلا. صدق الله العظيم. الروح يا ابني اللي بيديها وبياخدها واحد ملهوش تاني، الله الواحد الأحد. بس انت معذور وإيمانك كان ضعيف بكلام الله. وعلى فكرة اللي اتحضر ده كان جن، لكن بأمر الله ربنا نصرني عليه. اطمن وما تقلقش، انت في أمان الله، وانا طهرت لك الشقة كلها، ولو تسمح لي أبقى أجيلك مرة تانية علشان أتأكد انك بخير واطمن عليك. استعيذ بالله دايما واذكره، وإن شاء الله مفيش حاجة تانية هتحصل. ويا سيدي خلينا نشوفك في المسجد. قرب من ربنا يا ابني، ربنا هو اللي معاه كل المفاتيح، وبدعوة واحدة ممكن تغير حياتك كلها. استأذن انا ومستنى اشوفك على صلاة الفجر. سلام عليكم. مش عارف ليه المرة دي كنت حاسس ان قلبي مطمن. وفضل الشيخ ده يجيلي البيت ايام كتير، لان تقريبا بقينا اصحاب وقريبين من بعض، وعلمني اني ما سيبش فرض ولا ابعد عن كتاب ربنا. ومن وقتها وانا عايش في هدوء وراحة بال، ودايما بحمد ربنا انه نجاني وهداني للطريق السليم. وبكده تبقى خلصت حلقتنا، وبشكر جدا ابتسام شوقي على كتابة الحلقة. لو عجبتكم ما تنسوش اللايك والشير في كل مكان، واستنونا في حلقة جديدة من برنامج الحاكي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.